السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. النهارده الجمعة، جمعة مباركة عليكم جميعا يا رب. حاجة جربتها جابت معايا نتيجة كويسة جدا، وطبعا انتوا عارفين ان انا بحب ان انا اي حاجة بتجيب معايا نتيجة بوصلها لكم. الشتاء ومشاكل الشتاء وتأخر البيض او نقص البيض، قلة انتاج البيض مش زي ما هو. كنا بنجيب 50 بقينا نجيب 20، كنا بنجيب 10 بقينا نجيب 2. المهم ان الكمية بتقل جدا في الشتاء. فكرت بسرعه كده وقلت طبعا انا كنت بحط حاجات كتيره وكلنا كنا عارفينها، اللي هي المحفزات بتاعه الانتاج، حطيتها كلها ما جابتش برده نتيجه. فقررت ان انا هجرب ان انا بحب الشطه، حبيتها مؤخرا، فقلت ان انا هجرب واحط الشطه المكون الجميل بتاعنا. هاتي كده يا مرام ده، بصوا الشطه الغامقه الحاميه دي، بسم الله ما شاء الله. انا هحطها على الميه رش كده، رشتين 2 بس كده خلاص. شايفين الرشتين دول؟ بمجرد سيبي ايدك يا مكه، بمجرد ما بمسك بصباعيني كده واخد وحدتين بس من الشطه واروح حطاهم بالشكل ده. حطيت في السقايات كلها. طب انا جربت لمده قد ايه؟ انا جربت بقالي النهارده ما شاء الله اسبوع. في فرق واضح، في فرق واضح رهيب ما شاء الله، اللهم بارك. هيبهركم بجد، يعني هيرضيكم. اولا الشطه حلوه قوي في قتل الميكروبات وقتل الجراثيم والفيروسات، وبتسخن الجسم وبتدي دفى. فلما تدي دفى يعني تدي طاقه، الفرخه مش هتاخد من الطاقه اللي في جسمها، وبالتالي تاخير في انتاج البيضه. لا، البيضه كده هتتكون معايا لان الفرخه متدفيه. انا ما حطيتش كميه كبيره تاذي الفرخه، انا حاطه كميه مناسبه مش كتير، يا دوبك حبه اللي هم يدوا الدفى ويحفزوا لي العنقود بتاع البيض ان هو يكمل بسرعه معايا ويديني الانتاج المطلوب، ما يتاخرش وما يقلش وما يعمليش عطله. لان الشتاء لو انا كده دلوقتي، لو الانتاج بيجي لي مثلا 50 بيضه وفجاه جالي 20، طب ما ده بالنسبه لي انا خساره، لان انا باكل نفس الاكل ونفس الظروف، بس الانتاج او الربح اللي بيجي لي ما بيجيليش هو. فعشان نعوض نقص الانتاج الرهيب في البيض في فصل الشتاء، وعشان نعوض الفرخ بتاعنا، بصوا بسم الله ما شاء الله الفرخ كويس جدا معايا. العرف بتاعه بصوا بقى احمر جميل ما شاء الله، اللهم بارك. ده فرخ بلدي على فكره، العرف بقى احمر جميل. سيبيها مكه لو سمحت. ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كويسه، حاجه حلوه. جربوها مش هتخسروا، مفيش اي ضرر عنه، بالعكس الشتاء حلو قوي. الشطه حلوه قوي في الشتاء، هتعوض معاكم والله العظيم، وهتلاقوا فرق رهيب جدا في الانتاج بتاع البيض. ومعلومه على السريع وقلتها لكم. يلا دعواتكم لينا بصلاح الحال، وربنا يصلح حالكم جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.